اهلا بيك في حلقه المقدمه من كورس الجرامر، اقوى كورس باذن الله هيكون موجود على اليوتيوب عشان يشرح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن القواعد. خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كرولوس، انت بتتفرج على قناه ديميستيفاي انجلش على اليوتيوب. دي حلقه المقدمه، وزي ما عودت حضراتكم من الحلقات اللي فاتت، كل ما ابدا كورس جديد او بلاي ليست جديده هتلاقيني بعمل لك حلقه هسميها حلقه المقدمه، ودي هشرح لك فيها تذاكره ازاي او تتابع الكورس ازاي وازاي تطلع باكبر استفاده منه، او على الاقل تكون فاهم الوقت اللي انت هتقضيه في مشاهده الفيديو هتستفاد منه ايه، فتمشي معايا وانت مطمن. طيب هنقسم الحلقه دي لثلاث اسئله. الاول، ايه فايده الكورس ده وهستفاد منه ايه؟ السؤال الثاني، طيب بعد ما اقتنعت بفايدته اتابعه ازاي؟ السؤال الثالث وله علاقه بالسؤال الثاني، اعمل ايه بعد ما تابعت الكورس وعرفت الطريقه الصحيحه لمتابعته؟ يعني اذاكره ازاي؟ اعمل ايه في البيت؟ طب تعالى نبدا بالسؤال الاولاني، ايه فايده الكورس ده؟ انا عارف ان كتير من حضراتكم فاهم جرامر كويس جدا ومستعد يسمعني غيبا كل القواعد، بس سؤالي لحضرتك وتعالى نكون صراحه مع بعض، حضرتك بتتكلم لا واعيا باللغه بشكل صحيح؟ يعني اقصد اقول بتعمل الجمل زي ما بتعملها باللغه العربيه، ولا بتوقف وبتقعد تفكر وتقول هو انا كان المفروض اقول سوف اكل او اكلت؟ ده مجرد مثال. طيب على فكره لو بتقول بوقف، وده الطبيعي جدا خالص وده المتوقع لان حضرتك درستها بطريقه الكيمياء، طريقه دي قصاد دي بتعمل دي علشان تعدي في الامتحان، ودي حضرتك مش هتعلمك تتكلم. انا هنا هدفي من الكورس ده اني امنطق لك القواعد. يعني ايه؟ يعني اخلي القاعده منطقيه في دماغك. هتلاقيني بقول لك القاعده هنا ليه بتقول كده، ولما تعرف حضرتك الكده دي هتحل لك مشكله كبيره، فانت عارف ليه اصلا ما كانش ينفع تقول غير كده، فتستخدم القاعده زي ما الناس بتستخدمها في لغتها او زي ما انت بتستخدمها في اللغه العربيه. طيب اقتنعت بكلامي وعايز تعرف تتابع الكورس ازاي؟ كل المطلوب منك انك تريح ظهرك خالص، كبر الشاشه، شوفني كانه فيديو عادي على اليوتيوب، كانك بتشوف اي فيديو طبيعي خالص على اليوتيوب، وما تعملهوش ان هو درس. اديني بس تركيزك. بعد كده تابعه مره كمان، انا اصلا مش هطول عليك، هتلاقي الفيديو قصير خالص، ولو الفيديو يا سيدي هيحل لك مشكله في قاعده او في اي حاجه فاعتقد ان هو يستاهل انك تتابعه مره كمان. هات ورقه وقلم، خد الملاحظات اللي حضرتك محتاجها او اللي هتظن انها مهمه جدا ليك. طيب وده يودينا للسؤال رقم 3، بعد ما عرفت اتابعه ازاي وعملت كده اذاكره ازاي؟ يعني اعمل ايه وانا في البيت او انا قاعد مع نفسي؟ طيب فاكر حضرتك لما قلت لك من كورس المصطلحات والجمل عايزك تعمل جمل مع نفسك؟ فاكر لما قلت لك كده ونوهت عليها كتير جدا؟ حتى لما كنت بديك هناك جمل مش بديك كلمه، عمرك ما هتلاقيني بديك كلمه، هتلاقيني بديك جمل صحيحه من ضمن سياق بالقاعده بتاعتها عشان تثبت في دماغك. عايزك تعمل كده برضو في القواعد. هتلاقيني هنا في خلال الحلقات هتلاقي في محادثات، فيديوهات، حاجات من حياه واقعيه هتلاقيني بحطها لك في كورس. فانا كل المطلوب منك انك تعمل زيها مع نفسك، حاول تفتكر وتجرب تعملها ازاي. الموضوع بسيط خالص. يعني مثلا ورد في الحلقه I ate yesterday، انا اكلت البارحه، غيرها خليها I will eat، لان احنا نتمرن على كل القواعد. طيب مش عايز اطول عليك اكتر من كده، دي اصلا مجرد مقدمه. استناني في اول حلقه من الكورس ده وباذن الله هتعجبك جدا. شكرا للمشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.